بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحية طيبة لجميع الإخوة والأخوات، أرجو أن تكونوا بخير نتوما والأهل والأحباب ديالكم. ما تنساوش كيف العادة البرنامج اليومي ديالكم من أذكار الصباح والمساء، قراءة الورد القرآني ديالكم، كثرة الاستغفار ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنحضروا فيه بسبوسة بالحليب الرائب أو اللبن، أو بيضة واحدة فقط بالصلصة ديال الكراميل طوفي. هذا الكراميل هذا رائع، أكثر من رائع، شي حاجة خيال. يعني ما شنقول لكم، جربوه ما غاديش تندموا. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندنا بحبة ديال البيض وحدة، نصف كأس من السكر ديال العنبة، ربع ملعقة صغيرة من الملح، وكيس من الفانيلا ما يعادل 7 غرام. غنحرك الخليط مزيان حتى غادي يتجانس لي هذا البيض مع السكر، ثم غادي نضيف نصف كأس من زيت نباتي. من بعد كنستعمل 2 كيسان د العنبة ديال اللبن والبيض خاصهم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. غنحرك مزيان. من بعد غنضيف زيت ديال الحامض، ممكن تعوضوه بزيت ديال التشين اولا اي نكهه نتوما كتفضلوها. هنا عندي 3 الكيسان د العنبه ديال السميده رقيقه ديال الحرشه، و2 اكياس من الخميره الكيماويه ما يعادل 14 غرام، يعني 7 غرام في كل كيس. هنا انا غادي نوضع السميده بشويه بشويه ونشوف شحال غادي تدخل لي. في التالي كتدخل لي 2 كيسان ونص ديال العنبه ديال السميده، وعلى حسب النوعيه ديال السميده ممكن تدخل لكم 3 ممكن اقل. صافي، انا هنا دخلت لي 2 كيسان ونص. من بعد غنوضعهم في صينيه، القول يعني المقاس ديالها 20 سنتيمتر على 28، اللي دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده. من بعد غندخلها للفران، الفران تيكون بارد ماشي سخون، ونخليها حتى غادي طيب. بعد ما طابت كتشوف كتجي هشيشه، كنسقيها بالسيرو اللي حضرته بنصف كاس من السكر مع كاس ديال الماء وقطع من الحامض خليته حتى غلى مزيان. هنايا الحلوه انا ما سقيتهاش بزاف حيت ما كتعجبنيش تكون متشربه، ممكن نتوما تسقيوها بزاف. من بعد غادي نوضع عليها الكراميل ديال الطوفي. كيف قلت ان شاء الله غادي نحضروا معكم في فيديو خاص. صدقوني هذا الكراميل هذا اروع ما يكون، واحد البنه فيه خيال، وكيطيح اقتصادي ورخيص بزاف. صراحه كنحضروه في الدار كيطيح رخيص بزاف وكنعرفوا شنو حضرنا. هنا من بعد ما غنيطالي هذا الكراميل على الوجه ديال البسبوسه ديالي، غندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد. هنا البسبوسه من بعد ما بردات كناخذ سكين وكنحاول نحيد الجوانب باش نحيد الاطار بكل سهوله. من بعد غنزين الاطراف بالكاوكاو مهرمش محمر ومهرمش. ممكن تستعملوا اللوز، ممكن تستعملوا النوازيت، ممكن تستعملوا كركاع، بيستاش، يعني اي نوع ديال المكسرات عندكم ممكن تستعملوه. انا بغيت الحلوه ديالي تجيني اقتصاديه ونستمتع بها انا والافراد العائله. هنا من بعد الكراميل بقى لي وضعته في هاد القنينه، وكنوضع خطوط عشوائيه. بطبيعه الحال التزيين كيبقى اختياري، ولكن المذاق صدقوني اكثر من رائع. كيف كتشوفوا البسبوسه كتجي هشيشه ومفشفشه، يعني شنقول لكم، هذه هي الوصفه اللي كتوالم هذا الفصل هذا. صراحه متعه وفرحه، يعني كتستمتعي بزاف بهاد المذاقات ديال الكراميل ديال لوزات ديال الحامض. وهكا تنكون وصلنا لنهاية الفيديو بالصحة والراحة. نتمنى تجربوا هاد الوصفة هذه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.